صوت الصحافة، نبض الخبر. تصاعدت الأصوات الناقدة حول مستقبل النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم نادي الشباب، وذلك في أعقاب الخسارة القاسية التي تعرض لها الليث أمام التعاون بنتيجة 1-5 ضمن دوري روشن. وتأتي هذه التحليلات في وقت كثر فيه الحديث عن نية النادي التخلص من عدة أسماء بعد نهاية الموسم الجاري ضمن خطة شاملة لإعادة ترتيب أوراق الفريق وتجديد دمائه بما يتناسب مع طموحات المرحلة المقبلة. وبرزت رؤية فنية تؤكد أنه لا يمكن الاستغناء عن حمد الله باعتباره هدافا يمتلك مواصفات هجومية نادرة وخبرة عريضة في الملاعب السعودية، مع الدعوة إلى بناء فريق الشباب حوله. وترى هذه التوجهات أن قرار رحيله لا يجب أن يتخذ إلا في حال التعاقد مع لاعب عالمي بمستوى كريستيانو رونالدو، مما يعكس الثقة في قدرة الهداف المغربي على العطاء رغم التراجع الجماعي لنتائج الفريق في الآونة الأخيرة. ومن المقرر أن تشهد قائمة الشباب تعديلات جذرية في الموسم الجديد، حيث تتجه الإدارة لحسم مصير المدير الفني الجزائري نور الدين زكري إلى جانب الغربلة المرتقبة لعدد من العناصر الأجنبية والمحلية. وتبقى عين الجماهير معلقة بالقرارات الرسمية للنادي، وما إذا كان عبد الرزاق حمد الله سيستمر كركيزة أساسية في المشروع الشبابي المستقبلي، أم أن التغيير سيشمل خط الهجوم أيضا. صوت الصحافة، نبض الخبر.